ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يلا بقى. غبت عليكم يومين بس جبت لكم حاجة حلوة اهو. عملت سينابون قمر قمر قمر. ولا تقولوا لي بقى الجاهز ولا معرفش ايه. بصوا، اعتمدوا الطريقة دي وهتعملوا سينابون احسن من اللي بيتباع بره. هو اسمه سينامون بس انا بقول سينابون. بس طعمه يا جماعة احلى من الجاهز بمراحل بمراحل. جربوا الطريقة دي، مش هتندموا ابدا. لو كلتوه بره هتحلفوا بالطريقه دي. يلا بينا بقى نبدا. دول 4 كوبايات ونص دقيق. هحط معاهم كوبايتين لبن. دول كوبايتين لبن. ومعاهم معلقه ونص خميره و3 معالق سكر. اللبن دافي، اللي هو ايه، زي دمعة العين كده فاتر، مش سخن. دافي، اللبن يكون دافي. هنقلبه كويس جدا علشان الخميره لحد ما يدوب خالص. وهنشوف بقى هنعمل ايه. نروح للعجان بقى تاني. تحطي ايه يا شيماء؟ هنحط ذرة الملح بتاعتنا طبعا. وهنحط معلقتين لبن بودرة، دي اختياري مش اجباري، يعني حابة تحطيها مفيش مشكلة، مش حابة خلاص، بس هي بتعزز الطعم اكتر. احنا اي نعم بنعجن بحليب، بس الحليب البودر بيفرق برضو في الطعم. فالمعلقتين دول لو متاحين عندك حطيهم، ومعلقتين زبدة، سمنة أو زبدة ما فيهاش أي مشكلة. أنا حطيت سمنة. وأنا هنزل ببيضتين علشان البيض البلدي، البيض اللي عندي بلدي حجمه صغير جدا. لكن انت لو هتحطي البيض الأحمر حطي بيضة واحدة. متفقين كده؟ هنبدأ بقى ايه. وطبعا نبدأ بقى نشغل العجان بتاعنا الأول على هادي كده، واحدة واحدة بالتدريج عشان الدقيق ما يبهدلناش. وبعد كده ايه، ننزل بالحليب بتاعنا. طبعا الخميرة اتفعلت معاه. ونعجن بقى عجن كويس جدا. انا عجنتها بالعجان حوالي من 6 ل10 دقايق كده. فلازم تتعجن جدا. اما العجينة بتاعتها تكون طرية ولينة قوي وناعمة، مش بتلزق. هيا يا جماعة، يعني 100 خط تحت، مش بتلزق. تكون العجينة طرية وناعمة زي ما هتشوفوها كده دلوقتي، بس مش بتلزق. بس هي لازم تاخد عجن كتير قوي. لو مش بتعجني بالعجان وبايدك، على الاقل على الاقل ربع ساعة. اهي بصوا بقت عاملة ازاي. هغطيها بقى واسيبها تخمر. هنا بقى هنعمل ايه. دول معلقتين سكر، على نص معلقة آه قرفة، على معلقة كاكاو خام. هنا كنت بفضي اي تكتلات في الكاكاو. تمام كده. برضو قلت تمام كده. ودول حوالي 150 جرام زبدة. هنا بقى خمرت معايا. هحطها بقى كده عشان نفردها بالنشابة. بصوا العجينة طرية ولينة ازاي عشان خدت حقها في العجن. بصوا، يعني بصوا مش يعني ناعمة لدرجة ما تتخيلوهاش. انا هعملها بشكل مستطيل كده علشان لما اعمل الرول بتاعي يكون ايه، كله سمك واحد، يعني قدر المستطاع بحاول ايه اخليها كلها قد بعضها. وهوريكم دلوقتي السمك اللي انا هفرد قده. هنا بظبط الاطراف بتاعتها. بصوا ده السمك اللي انا ايه، اللي انا عاوزاه. هنحط بقى الزبده بتاعتنا طبعا بدرجه حراره الغرفه. دي كانت كتير، الزبده دي كانت كتير. انا خدت بالظبط حوالي من 100 ل 120 جرام سمنه. لان في ناس بتحط سمنه كتير، لا انا ما حطيتش كتير قوي. وهنفرد بقى السكر والقرفه والكاكاو اللي احنا عاملينهم. بعتذر على صوتي يا جماعه عشان تعبانه شويه. بنفرده كده. وهيبدأ بقى ايه، نظبط الرول بتاعنا. الموضوع سهل قوي يا جماعة، ولو بتعمليه لأول مرة هيبقى سهل معاكي جدا جدا جدا. الموضوع سهل فوق ما تتخيلوا. الأنسة منار هي اللي كانت طالبة مني السينابون، بتحبه قوي. فبتحب اللي أنا بعمله أكتر من بره.
فكانت عندي في اليوم ده وطلبته مني، وهي اللي كانت بتصور، قالت لي هصور يا شوشو وانتي بتعملي ايه. اهو بصوا انا بشوف ايه يعني مش بالمقاسات ولا الكلام ده، بعينيا كده، عينيا هي المسطره. وهنظبط بقى. بصوا افتكرت ان انا ما دهنتش الصينيه. شلت ورحت دهنه الصينيه، ورحت رصاهم بقى ايه جنب بعض، وخليت مسافة. ليه؟ لان احنا هنخمر تخميرة تانية حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، لحد ما يملوا يعني يبقوا جنب بعض. وفي الفرن الحجم بيتضاعف تاني. يعني هتشوفوا دلوقتي انا هحاول ابعدهم عن بعض علشان التخميرة. بصوا هما بعدوا في المسافات قد ايه. اما بيتخمروا بيكبروا، واما بيخشوا الفرن حجمهم بيتضاعف تاني. هغطيهم بقى واسيبهم. هنا بقى هنعمل الكريمة بتاعتنا او الصوص بتاعنا. هنا حطيت 3 معالق سكر بودرة، ودول معلقتين كريم شانتي، ودي معلقة زبدة، بالتدريج كده اهو من غير لخبطة. ودول حوالي 3 4 معالق على حسب بقى، يعني هو حوالي ربع كيلو جبنة كريمي. ما عندكيش جبنة كريمي حطي 4 مكعبات جبنة نستو. وهنضربهم كويس جدا. وهنزل معاهم بفنجان واحد لبن. فنجان. لو عندك كريمة خفق تمام مفيش مشكلة، بس فنجان اللبن يفي بالغرض. هنا لما بيختلطوا معايا خالص هنزل بفنجان اللبن، وهيبقى أجمل صوص معانا تتخيلوه. أفضل الجبنة الكريمة عن النستو، بس لو مفيش برضو هتديكي يعني قريبة أوي الطعم. بس لو جبنة كريمي يبقى لطيفة، حتى اللي هي الكوبايات الصغيرة دي. ان انا هسلك في حتة زبدة كانت شابكة، هقعد اسلكها واظبط الدنيا واضرب تاني. وهنخليه بره الصوص ده، مش هنحطه في التلاجة علشان ما يجمدش مننا. بعتذر عن الاصوات بس عشان انا ساكنة على طريق. هنفضل بقى نخلط كويس جدا لحد السمنة دي ما تدوب خالص، الزبدة اللي احنا حاطينها، ويبقى القوام بتاعه كريمي خالص. ده بنحطه بعد ما بنخرج السينابون بحوالي 10 دقايق، يهدى بس مش يبرد، يهدى بس. وبنحط له الصوص ده، وبعد كده هو بيشربه بقى. طبعا حطيناه في الفرن على درجة حرارة 180، قعد معايا تلت ساعة وطلع القمر اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كده عظيمة. هسيبه بقى قد 10 دقايق مش اكتر، انا مش عاوزاه يبرد، بس السخونة تهدى شوية. وهنزل بقى بالصوص بتاعي. بصوا الصوص بتاعي هو تقيل بس هيتشرب دلوقتي. انتي بقى لو عندك مش بيحبوا الصوص ده، بس طبعا الصوص ده احنا لما بنروح نشتري السينابون لازم الصوص ده يعني بنطلبه معاه. وبيديله بصراحة طعم غني قوي، مع طبعا حبة عين جمل كده حاجة بتبقى تحفة. هنحطه بقى ونسيبه برضو لحد بقى ما تبدأ الصينية تهدى شوية. هتلاقيه طبعا انت بعد ما بتحطي الصوص ده بسكينة بقى تمشي على الأطراف كده، أو بالسباتيولا دي، توسعي للصوص إنه ينزل. بصوا هنا بقى بعد ما سبته حوالي ربع ساعة، شايفين القمر؟ شايفين الجمل؟ طلع هش وتحفة. تحفة تحفة تحفة. حاجة كده غنية. حطيت طبعا شوية عين جمل على الوش. وعندك بقى صوص كراميل كده، عاوزة تظبطي الدنيا، صوص شوكولاتة كده. أنا حطيت صوص كراميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده كان طبق الأنسة منار. كانت قاعدة تتغزل فيه وتصوره قبل ما تدوق. طعمه يا جماعة تحفة تحفة. لو جربتيه وعملتيه مش هتشتري الجاهز خالص 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 خالص. وهتحسي ان انتي بتاكلي حاجة كده يعني مكلتهاش بره قبل كده. شايفين الجمال؟ بصوا الصوص بقى ما بتشرب وناعم معاه وساح كده. ايه الموضوع؟ بصوا الصورة بتتكلم.